إذا بن شيخ، في بداية الموسم فريق شالكة كان يعتمد على خطة 4-4-2، خسر 5 مباريات متتالية لم يحصد ولا نقطة، بعد ذلك تحول إلى 3-5-2. بن طالب أصبحنا نراه وكأنه محرك اللعب، وكأنه رقم 10 حقيقي في فريق شالك، وكانت نقطة تحول لأنه بعد ذلك سجل الكثير من الأهداف، يملك الآن 5 أهداف آخرها في المباراة وحتى عفوا محمد، حتى بن طالب الآن قال بأنه المدرب يطلب مني تحريك الفريق لأنه اللعب بين يديه في هذه الخطة. تفضل بن شيخ، كنت دائما تطلب وتطالب بن طالب بالصعود إلى الأمام، والريزلتا اللي لا بن طالب وصايب روحو طوم بور لوي بور نعم هداف الفريق وهي ماركي ويلي اليز دونك il a encore خدا الثقه في نفسه. دونك جو بونس كو سي اون بون شوز. المدرب عطالو الحريه التامه كما يقول لك. وانا هذا وبن طالب اللي كنت حابته دائما نشوفه، ماشي هذاك اللي قاعد من اللور جيبها ومد، هذاك ما كان ينفع والو، كانوا كونترا يتنرفا ويضرب وكذا الور كو يعرف يلعب بالون. بن شيخ، بن طالب أين تفضله في المنتخب الوطني؟ يلعب أمام طايدر أو يتقدم إلى الأمام ليلتحق بإبراهيم؟ شوف أنا نقول لك المقابلة، شوف لي زوتر ماتش وي بن طالب جو بريفير يلعب، يطلع ويولي. أنا ما فهمش دي ميليو تيري يقول لك فيكس ما تطلعش. il faut que les milieux de terrain participent يمونت. هذه ما انا لي كلوب تاع العالم كاع نشوفوا لي ميليو تيران تاعهم يبارتيسيبيو، ولكن المقابله ضد الكاميرون ضد نيجيريا على حساب راهي سافا اتر. انا جو بونس كو هذا المدرب يلعب 4-5-1. المدرب هذا باش يغلق يعمر الميليو تيرا ب5 ويغلق 4 ديفونسور ويخلي سليمان ويلعب لي كونتر بين محرز وابراهيمي. ممكن ايضا يلعب 3-5-2 بن شيخ، لانه يفضل ايضا لعب ب3 مدافعين في محور الدفاع. انا رايي نقول لك، ونهار السبت ربي يحيينا ان شاء الله انني نشوف فيه يلعب 4-5-1 راح يعمر ويغلق. قال لك احنا ماشي البارسا، تبع كلامه انا نتبع على حسب الكلام. انا نشوف فيه يلعب هكذا، احنا اللي يهمنا يلعب باش يحب. ليسونسيال ان شاء الله يجيبوا فيكتوار، هذا اللي يهمنا. شكرا بن شيخ.